لو كل الناس امنت مش هيبقى فيه اختبار اساسا، محدش هيدفع ثمن الجنه، فيبقى كان لازم في ناس تكفر وكمان تحارب المؤمنين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. طب ليه مش كل الناس بتآمن وما يبقاش فيه بقى لا صراعات ولا حروب ولا كل المشاكل دي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. والناس اللي كفرت ديت يعني هم يكونوا سبب في اختبار المؤمنين وبعد كده يترموا في جهنم؟ طب هم ذنبهم ايه اذا كانوا اتخلقوا كفار؟ لا، ربنا ما خلقهمش كفار، ربنا خلقهم زي ما خلق المؤمنين. كلنا اتخلقنا زي بعض مسلمين اساسا، لكن كلنا واخدين حرية الاختيار. المؤمنين امنوا بالله بحرية الاختيار اللي اداها لهم، الكفار كفروا بالله بحرية الاختيار اللي اداها لهم برضه. الكفار بيعملوا اللي هم عايزينه بحريتهم وبإرادتهم وبيتحدوا ربنا وبيكفروا بيه وبيبطشوا بأي حد يؤمن بالله بكامل حريتهم وإرادتهم، وما يعرفوش ان اللي بيعملوه ده هم بيقضوا دور اصلا في اختبار المؤمنين. دول فاكرين كمان ان هم بمكرهم والمؤامرات اللي بيعملوها على المؤمنين ان هم هينتصروا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون. ده اختيارك، ما تجيش يوم القيامة بقى تطلب الجنة كمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. بداية من كل الرسل من أيام النبي صلى الله عليه وسلم لغاية يوم القيامة هيظل الاختبار قائم، لأن هو ده الغرض من حياتنا على الأرض، صراع بين الحق والباطل، الإيمان والكفر، عشان يظل هناك كل يوم ناس بتتكتب من الشهداء، ناس بتتكتب من الصالحين، من المحسنين، من الأبرار، من الصابرين، وكل واحد حسب اختياره بالحرية اللي اداها له ربنا سبحانه وتعالى. بس خلي بالك، اختبار في الدنيا هنا ملوش ملحق وملوش إعادة، اختبار بتتحدد على أساسه حياتك الأبدية بعد كده، حياة للأبد في جنة أو في نار. لو أنت ملحد وأنا مسلم وموتنا احنا الاتنين وطلع كلامك صح، لا في آخرة ولا حساب، خلاص محدش خسر حاجة، لا أنا ولا أنت خسرنا، ومش هتعرف حتى تقول لي شفت ده أنا كان كلامي صح، الموضوع خلص. طب ولو طلع بقى الإسلام هو ساعتها هتبقى خسارتك لا تعوض. يبقى بالعقل أكون مسلم أحسن، أنا كده كده مش خسران حاجة. ولو أنت مؤمن بالله بس مش مسلم، ادرس كويس حتى لو هتاخد منك سنين، المهم تكون في الآخر على الحق، المهم من الآخر ما تخشش جهنم. ولو أنت مسلم ادرس برضو علشان تتأكد إن أنت على صواب وتعبد ربنا سبحانه وتعالى على بصير.